مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت فاكر ان في العيد الاسعار غاليه جدا ومش هتعرف تسافر فنادق وتقضي حاجه حلوه كده في عيد الاضحى، فانا جايب لكم فنادق حسها حلوه جدا كانك رحت المالديف بالظبط. فنادق حلوه جدا في مرسى علم واسعارها رخيصه جدا. سيبكم من اسعار العيد، كانك في اسعار الشتاء. اسعار حلوه جدا وفنادق مناسبه جدا، فيها مميزات كتير وعيوبها قليله خالص. هقول لكم سعر الفندق ومميزات وعيوب كل فندق سريعا كده عشان خاطر العيد قرب واللي عايز يلحق يحجز. فانا جايب لكم افضل فنادق وارخص فنادق موجوده في مرسى علم بسعر الغرفه الدبل في الليله زي ما احنا متعودين. ولو انت اول مره تشوفني، ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. اول بقى فندق معانا فهو فندق ام جي الكسندر. الغرفه الدبل في الليله ب 500 لفردين وطفلين، طفل تحت 12 وطفل تحت 6. الفندق ده صف اول على البحر. البحر بتاعه مميز جدا، شط رملي، اكله ممتاز، الغرف حلوه، بيعمل حفلات حلوه، في لعبتين صغيرين للاطفال. هو عيبه بس الوحيد انه ما فيهوش اكوا بارك، لكن غير كده الفندق مميز قوي، في مميزات تانية كتير. تاني بقى فندق معانا فهو بليس نادابيتش. بليس نادابيتش نفس سعر ام جي الكسندر، غرفه الدبل في الليله ب 500. مش هنلاقي حاجه في المستوى دوت وبالسعر دوت في فندق. يعني فندق هتحس ان هو 5 نجوم وب500 الغرفه الدبل الليله في عيد الاضحى، فده سعر مميز جدا. طب بليس نادابيتش ده بيتميز بايه؟ ده بيتميز بكل حاجه، ان هو فندق كبير جدا، غرفه كتيره كلها متجدده، تحس ان انت في غرف 5 نجوم. الاطلالات كلها على البول وعلى البحر، في اكوا بارك، حمامات سباحه، فطار وغدا وعشاء ومشروبات وسناكس، واكله مميز جدا. احنا جربناه بنفسنا ورحناه السنين اللي فاتت كتير قوي. الفندق كل عيوبه ان هو بس بحره صخري، البحر بتاعه وحش، بس في ممشى كده تقدر تنزل قدام وتنط وتعمل سنوركلينج في البحر. فانت لو ليك في السنوركلينج البحر بتاعه مش هيبقى فيه عندك اي مشكله، وان انت تقدر تنزل وتعوم جوه حلو قوي. غير كده الفندق ما فيهوش عيب. يبقى فندق ام جي الكسندر وام جي وبليس نادا بيتش، الفندقين دول ب 500 الغرفه الدبل في الليله. الاتنين حلوين قوي كاكل وكمعامله وكفور غرف وكل حاجه، والاتنين بقى حفلات وانيميشن جامدين قوي. الفرق بين ده وده ان ده شط رملي بس ما فيهوش اقوى، ده شط صخري بس فيه اقوى. فانت لو من هواة الاقوى يبقى تروح بليس نادا بيتش، لو من هواة البحر يبقى تروح ام جي الكسندر. تالت بقى فندق معانا فهو سويس تاتش. سويس تاتش برضه في مرسى علم، هتحس ان انت كده رحت المالديف. فندق جميل جدا، صف اول على البحر، البحر بتاعه رملي، بحره جميل قوي، الغرف بتاعته حلوه، اكله ممتاز، طلعنا عليه رحلات كتير السنه اللي فاتت وكل اللي راحوا راجعين مبسوطين منه جدا جدا. برضه العيب الوحيد اللي موجود في سويس تاتش ان هو ما فيهوش اكوا بارك، لكن غير كده الفندق ما فيهوش غلطه. حفلاته حلوه، الانيميشن جميل، الاكل بتاعه ممتاز، غرفه ممتازه، البحر بتاعه ممتاز جدا كانك رحت المالديف. بحر مرسى علم يا جماعه زي ما انتم عارفين بحر مميز جدا جدا. فسويس تاتش من الحاجات الحلوه قوي اللي تقدر تروحها في العيد. الغرفه الدبل في الليله ب 550. سعر زي دوت وفندق زي دوت في عيد الاضحى، فدي حاجه مميزه جدا جدا، انصحكم تروحوا سويس تاتش. الرابع بقى فندق معانا فهو فندق نوفيتيل. فندق نوفيتيل مرسى علم من الفنادق الفايف ستارز اللي راحها مره عايز يروحها 100 مره. فندق من الفنادق الحلوه جدا، ما فيهاش مشاكل خالص، البحر بتاعها حلو، معامله حلوه، غرف حلوه، الاكل بتاعها ممتاز زي ما احنا هنشوف مع بعض في الصور والفيديوهات كده. فندق ما فيهوش اي غلطه. سعر الغرفه الدبل في الليله خلال عيد الاضحى ب 6900 جنيه. السعر دوت لفندق زي دوت في عيد الاضحى ده سعر مميز جدا. خامس فندق معانا بقى واخر فندق معانا فهو ده اللي مفاجاه بصراحه، فندق كازاماري. فندق كازاماري مرسى علم اللي هو كان رويال توليب سابقا. الفندق ده مميز جدا، البحر بتاعه رملي وحلو قوي، في نفس الوقت فيه اكوا بارك، في نفس الوقت فندق كبير، غرف بتاعته 5 ستارز، الاكل بتاعه فوق الممتاز، فندق ما فيهوش غلطه. كازاماري بصوا هتروحوا يا جماعه مش هتحسوا باي مشاكل في الفندق ولا هتشتكوا لي من غلطه واحده من الفندق. شغال عليه بقالي اكتر من 5-6 سنين، مفيش حد راح عمره راح واشتكى، واللي راحوا مره عايز يروحوا كذا مره. سعر الغرفه الدبل في الليله ب 7800. 7800 الدبل في الليله طبعا لفردين وطفلين، طفل تحت 12 وطفل تحت 6. كده انا خلصت وجبت لكم افضل 5 فنادق سعرها حنين وحلو في مرسى علم في عيد الاضحى. لو عايز تحجز اي فندق من الفنادق دي اكتب لي عايز تروحوا امتى وانا اقول لك سعره كام، وتابعونا هتلاقوا الرقم هيظهر معاكم دلوقتي، وقول لي عايز تحجز في انهي فندق من دولت وانا احجزه لك على طول. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا.